اهلا بيكم كل الطلبه حبايبي واللي عايزين يشتركوا في مسابقه تحدي القراءه العربي زي ما شفتوا ووعدتكم ان انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله لما احمد يسافر الامارات عن كل تفاصيل المسابقه والناس اللي عايزه تشترك فيها. مبدئيا حبيبي المسابقه دي انت بتقرا 50 كتاب. حد هيقول لي يا ميس 50 كتاب ده كتير قوي، ما احنا معانا وقت كتير يا حبيبي. من هنا لما الشهر 5 بتبقى التصفيات، وبعدين 50 كتاب. الكتاب بيكون باللغة العربية وبيكون من الكتب الثقافية اللي انت بتضيف لرصيد المعرفة للقارئ، زي المجالات ايه؟ فن، ادب، علوم، ثقافة، تاريخ، قصة، رواية، اي مجال من المجالات دي، ويكون طبعا في مستوى الطالب الموضوع يعني تقدر تستوعبه. وعدد الصفحات طبعا ما يكونش مجلة او صحيفة او كتاب مدرسة او مرجع او حاجة زي دي، عشان طبعا تلخيصها صعب جدا وما تنفعش معانا. عدد الصفحات اللي انت مفروض تلخصها كطالب في مرحلة ابتدائي، انا اتكلم عن مرحلة الابتدائي من سنة اولى لسنة تالتة، من 5 صفحات ل20 صفحة. نقدر نزيد عن كده يا ميس؟ تقدر تزيد بس ما ينفعش تقل عن كده. من سنة 4 لسنة 6 معاك من 20 ل30 صفحة، ده بالنسبة لعدد الصفحات، ونقدر نزيد برضو عن كده لكن ما ينفعش نقل. طب يا ميس احنا الكتب دي مطلوب مني اعرف ايه؟ انا بمسك الكتاب يا حبيب قلبي، باخد منه البيانات التالية. من صفحة العنوان باخد اسم عنوان الكتاب، وباخد اسم المؤلف ودار النشر اللي نشرت الكتاب، وباخد عدد صفحات الكتاب. في ورقة عندك أو كراسة عندك تعملها كده للتلخيص، قصة رقم 1 أو كتاب رقم 1، وتاخد البيانات اللي أنا قلت عليها. بعد ما هنقرأ الكتاب تقول فكرة وملخص الكتاب فيما لا يزيد عن 4 أو 5 سطور. بعد ما تخلص 10 كتب حبيبي بتجيلي وبديك مدونة بتسجل فيها الكلام ده. بتراعي الكتابة طبعا خطك يكون حلو بخط إيدك أنت، بتراعي نطقك للكلمات والكلام اللي انت كاتبه يكون باللغه العربيه السليمه. بتراعي كل الجوانب ده لانها بتسال فيه. بنسال في ايه يا ميس؟ بنسال في انت قريت كتاب عن كذا، تقول له ايوه. من طبعا من كتر ترددك على الكتاب وقرايتك ليه هتعرف مين اللي كتب الكتاب ودار النشر كان اسمها ايه، وهتحكي اللي انت بتقول عليه. طبعا بيدعم المسابقه دي لو عندك اي موهبه، بتعرف تقول انشاد، حافظ للقران، عندك اي مواهب بتدعم رصيدك في المسابقه دي. طب يا ميس انا عايزه اشترك معاكي والاقي كل المدرسه جايه تشترك. حبيبي اعتبر كلكم مشتركين معايا. اللي هيلخص ويجي بالتلخيص الفعلي انا هديله المدونات، واللي هيكمل معايا ال50 كتاب هو اللي هيدخل المسابقه. حابه كمان اتكلم ان في مسابقه اسمها المشروع الوطني للقراءه، دول هتقرا 30 كتاب بس دي التصفيه بتاعتها بتبقى في شهر 3، وده على مستوى الجمهوريه، لكن تحدي القراءه على مستوى الدول العربيه كلها. اعتقد ان انا كده اتكلمت. طبعا المشروع الوطني للقراءه هتقرا 30 قصه، بديك مدونات ل15 و15. نقدر ندخل بالمسابقتين يا مس؟ تقدر تاخد من ال50 اللي انت قريتهم 30 تدخل بيه المشروع الوطني للقراءه، بقيه ال50 تكمل بيه في تحدي القراءه العربي. اتمنى التوفيق لكل حبايبي وكلكم، طبعا بصرف النظر عن الجانب المادي ان احمد سافر الامارات وهيتكرم هناك وهيقعد 5 ايام، والجانب انه هيدوله هدايا وحاجات من دي. في جانب معنوي او جانب عايد عليا ان القراءه دي غذاء للروح، غذاء للعقل، بتوسع مداركك، بتعرفك الدنيا، انت بتشوف الدنيا بعيون الكتب اللي انت بتقراها. يا رب التوفيق لكم جميعا. اتمنى كلكم تشتركوا، نرجع تاني امه اقرا تقرا من تاني. يا رب الفيديو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير ومع انجازات تانية كتير ومع مليون سلامة.